أهلا بحضراتكم في قراءة تحليلية جديدة ومختلفة جدا. حلقتنا النهاردة هندخل فيها على طول في صلب الموضوع من غير أي مقدمات طويلة. احنا هنغوص في عالم خفي تماما، عالم الحقائق العلمية اللي مش بنشوفها بعينينا بس بتهدد السلامة والصحة المهنية في الصناعة. ويسعدني جدا أرحب بضيفنا ومصدرنا الأساسي في التحليل ده، المهندس مصطفى حماد، مدير إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل بالشركة المتحدة للخدمات البيئية وتنسيق الحضائق. خلينا نبدأ بالقسم الأول، لغز الفأر الطائر. عشان نفهم الصورة كاملة لازم نعرف إن في قلق عالمي حقيقي بيحيط بفيروس اسمه هانتا، والموضوع أكبر بكتير من مجرد كلام نظري. عشان نقرب المسافة خلينا نبص على أزمة حصلت قريب على سفينة سياحية اسمها هونديوس. السفينة دي تعتبر بيئة عمل وإقامة مغلقة. الأرقام كانت صادمة الحقيقة، بنتكلم في 8 حالات إصابة و3 وفيات للأسف. السلالة اللي لقوها هناك اسمها سلالة الأنديز، والمخيف فيها إنها قادرة تتنقل من شخص للتاني في الأماكن المقفولة. لكن ورغم كل ده دايما الشرارة الأولى وأصل التهديد بيرجع لحاجة واحدة بس، وهي التعرض البيئي للقوارض. وهنا بقى وتوجيها لضيفنا طرحنا السؤال اللي دايما بيدور في الكواليس. يا باشمهندس مصطفى، العالم مرعوب من فيروس هانتا والناس فاكرة ان الفار هو اللي بيطير. ايه الحقيقة اللي محدش يعرفها؟ وعشان نجاوب على السؤال الصادم ده بنعتمد بالكامل على خبرات المهندس مصطفى حماد. زي ما وضحت لحضراتكم وهو بيمثل مدرسة فريدة جدا، نقدر نسميها مدرسة خلاصة الصنعة. شخصية قيادية هادية وعلمية جدا، وهيفهمنا ازاي العلم هو السلاح الحقيقي والفعال على أرض الواقع. ندخل على القسم الثاني، فيزياء الغبار القاتل. هنا بقى الإجابة العبقرية للمهندس مصطفى بتغير مفاهيمنا تماماً عن المشكلة. السر كله في عملية فيزيائية اسمها تشكل الهباء الجوي أو الإيروسيلايزيشن. المهندس مصطفى لخصها في جملة محورية جدا وقال: المشكلة مش في الفار، المشكلة في الغبار الملوث اللي بنستنشقه بسبب الكنس الخاطئ. يعني الفضلات الجافة دي بتتحول لغبار قاتل بمجرد ما نتعامل معاها بشكل عشوائي. لو بصينا على التوضيح ده واللي مبني على أبحاث فيزياء الهباء القوي، هنشوف اللحظة الدقيقة اللي الخطر بيبدأ فيها. اللحظة اللي قوة السحب الديناميكي وقوة الرفع بيتغلبوا على الجاذبية الأرضية. جزيء التراب اللي شايل الفيروس بيسيب السطح ويطير في الهواء ويبقى سحابة غبار غير مرئية. هي دي لحظة العدمة. القوة الفيزيائية دي بتعمل كوارث في بيئات العمل. تخيلوا معايا الدخول لمخزن مقفول بقاله فترة، أو تحريك مواد تعشيش جافة، أو حتى مجرد كنس الأرض من غير ترطيب مسبق. كل ده بيطير الفيروس في الهواء والعمال بتستنشقهم مباشرة جوه الرئة. طيب والحل؟ ده ينقلنا للقسم الثالث، بروتوكولات التنظيف الرطب أو الويت كليننج بروتوكولز. مراكز السيطرة على الأمراض CDC حطت خطوات صارمة جدا، والسر فيها هو الترتيب. أول حاجة تهوية المكان بالكامل. تاني حاجة الرش بمحلول هايبوكلوريت الصوديوم اللي هو الصوديوم هايبوكلورايت. لازم نسيبه ينقع الفضلات تماما عشان يقتل الفيروس ويمنعه من التطاير، وبعدين نمسح بمناشف ورقية ونرميها بأمان. استخدام المكنسة العادية في الحالة دي حرفياً تصرف قاتل. التوقيت والكيمياء هنا مفيش فيهم أي مجال للصدفة. بنتكلم عن تحضير محلول جديد بنسبة 1:10. المكان يتهوى 30 دقيقة على الأقل قبل الدخول، ونسيب المطهر 5 دقايق يتفاعل مع الفضلات. ده اللي بيفكك الفيروس تماماً ويمنع الكارثة قبل أي محاولة للمسح. وطبعاً كل البروتوكولات دي ملهاش لازمة من غير معدات الوقاية الشخصية المظبوطة. العامل لازم يكون متأمن بالكامل قبل ما يقرب من أي منطقة ملوثة. قفازات، بدلة واقية، والأهم من كل ده جهاز تنفس مزود بفلتر هيبة. الكمامة الطبية العادية مستحيل تمنع الهباء الجوي الدقيق ده من إنه يوصل للرئة. ندخل في القسم الرابع، معايير تأمين بيئة العمل. السؤال العملي هنا، إزاي نقدر نطبق الكلام الدقيق ده على مستوى مصانع عملاقة ومنشآت صناعية كبيرة؟ الإجابة بتوضح لنا الفجوة الكبيرة بين العقلية القديمة والحديثة. المهندس مصطفى بيقدم نصيحة ذهبية واستراتيجية لكل مدير المصانع. بيقول لهم المكافحة هي تأمين بيئة عمل مش مجرد رش سموم، لأننا ببساطة لو رشينا سموم عشوائية الفار هيموت في مكان مستخبي، وهيتحول مع الوقت لقنبلة موقوتة من الغبار الملوث اللي اتكلمنا عنه. وعشان كده تطبيق مكافحة هانتا بشكل علمي مش رفاهية، ده جزء إلزامي عشان أي منشأة تتوافق مع المعايير العالمية زي بروتوكولات IPM ومعايير BRCGS. الاعتمادات دي بتشترط وجود نظام مراقبة قوي، توثيق صارم، وتأمين حقيقي لصحة العمال. وده بيتماشى تماما مع استجابة منظمة الصحة العالمية. القصة مش بس مكافحة عدوى بعد ما تحصل، دي إدارة بيئية متكاملة لتقليل أعداد القوارض من المنبع.
ده بنسميه تطبيق عملي لنهج الصحة الوحدة اللي بيربط بين بيئة العمل السليمة وصحة الإنسان. وصلنا للقسم الخامس والأخير، خلاصة الصنعة. إيه الرسالة اللي لازم كل مسؤول عن منشأة يخرج بيها من التحليل ده؟ الرسالة ببساطة بتتلخص في المبدأ ده: المكافحة هي تأمين بيئة عمل، مش مجرد رش سموم. دي العقلية الوحيدة اللي مش بس بتحمي استثمارات المنشأة، دي في المقام الأول والأهم بتحمي أرواح الناس اللي شغالة. وبناء عليه، لأي إدارة مصنع أو منشأة بتواجه أزمة ومحتاجة تدخل طارئ واحترافي متوافق مع المعايير العالمية، تقدروا تتواصلوا فوراً مع المهندس مصطفى حماد للاستشارات الفنية على الرقم 010605811001 010-60-58-1001. اللجوء لمتخصص فاهم أبعاد المشكلة هو الخطوة الأهم، لأن زي ما دايما بنقول خلاصة الصنعة إحنا بنأمن حياة بشر. في النهاية الفيروسات والعدوى مش مجرد أرقام في تقارير، دي حياة ناس بتنزل شغلها كل يوم على أمل ترجع لبيوتها سالمة. السؤال اللي هنسيبه لحضراتكم تفكروا فيه: هل البروتوكولات في منشآتكم بتحمي الناس فعلا من الخطر غير المرئي ده؟ راجعوا إجراءاتكم وخلوا العلم دايما هو بوصلتكم. شكرا لمتابعتكم، واشوفكم في قراءة تحليلية جديدة.